الراعي الرسمي لحلقة النهاردة. وكالة رويترز عملت تقرير قبل كده عن طريقة سلق البيض في الصين، فقالوا لك ان طريقة السلق دي لما تاكله ما يجيلكش ضربات شمس، تقوي مناعتك، تشد العصب. ايه ده بيتحط له؟ ايه ده سحر، ده رهيب. ابنك او اخوك الصغير لو ما كملش 10 سنين في الصين ده ثروة. حضرتك ده ما يعملش بيبي في الحمام عادي، انت اديله بس ازايز يصرف نفسه فيها. ممكن بقى تشرب الواد ميه كتير عشان انتاجيته تزيد، يعمل بيبي كتير يعني، ويبقى مشروع مربح، وتعبي في ازايز وتبيع للمطاعم. كل ده ما فهمتش البيت بيتسرق ازاي؟ بيه هو بالبيبي. يستعد هؤلاء الصغار لمنح بولهم لطهاة البيض في مدينة دانجيونغ شرق الصين لطهو البيض فيها لإعداد إحدى الوجبات الشهيرة في هذه المدينة، البيض المطهو في بول صغار الذكور الذي يعتقد أنه يجلب الصحة. إذا أكلت هذا لن تصاب بضربة شمس. البيض المطهو في البول رائحته نفاذة وهو مفيد للصحة، وأسرتي تتناوله في كل وجبة ويحبه الجميع في دونغيانغ. لكن بعض السكان المحليين يجمعون بول الصغار ليعدونه لأنفسهم في المنازل.